لما تحب تتعلم من حد، تتعلم من واحد أحسن منك، متقدم عنك ولا أقل منك، ما فيهاش يعني مناقشة، أكيد حد فوقية. هنا بقى خلي بالك، ده سليمان الحكيم بيقول لك لو عايز تتعلم هعلمك من حد أقل شوية منك. اسمع معايا بيقول إيه: اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها. أذهب إلى النملة وتأمل، أنا لو لقيت نملة بفعصها بصباعي كده. هو يقول لي اذهب إلى النملة تأمل طرقها وكن حكيما، ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، تعد في الصيف طعامها، تجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، طي اليدين قليلا للرقود، هيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. ادي ده الدرس اللي هنتعلمه من النملة ايها الكسلان. وبعدين بعدها بشوية يروح يقول لك ايه؟ كن حكيما. يعني ايه كن حكيما؟ يعني ما تبقاش احمق اذا ما اتعلمتش من النملة. شوف بيحط صورة قوية جدا، بيقول هيأتي فقرك كساع، يعني الفقر بتاعك هيجي بيجري، ساع يعني واحد بيجري في المطمار، وعوزك كغاز، تبقى الاحتياجات بتاعتك هتهجم على حياتك وكأن بتشن هجوم على حياتك. اذهب للنملة تأمل طرقها وتعلم منها أيها الكسلان.